السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. في الويكند اللي فات انا شاركت في سباق نص ماراثون، فانا عايز اعيشكم معايا التجربه من اول ما رحت لغايه لما رجعت. بص انا مش عايز اتكلم كتير، يلا بينا. احنا وصلنا المكان اللي هيبقى فيه السباق بكره ان شاء الله. كمان شويه هروح الاكسبو عشان اجيب الرقم بتاعي. المكان هنا يعني احنا هنجري على البحر، فان شاء الله هو الحاجه اللي هتبقى ممكن عقبه بكره هي بس الريح، انما غير كده الحمد لله يعني السباق معظمه هيبقى مستوي، فما فيش ارتفاعات وما فيش منخفضات ولا اي حاجه. كمان شويه كمان هكلم المدرب بتاعي عشان نخطط ازاي نبتدي السباق بسرعه قد ايه ونبطأ امتى، نسرع امتى، وان شاء الله ربنا يكرم. يعني الحمد لله اجتهدت في التمرين وكان حوالي 8 او 10 اسابيع خير ان شاء الله. يعني الباقي على الله، يعني احنا هنعمل اللي علينا وان شاء الله بكره هتبقى نتيجه كويسه. انا متفائل ان شاء الله. بعد ما نجيب الرقم كده هكلمكم على السباق وايه الحاجات يعني ايه العشاء اللي هتعشاه ان شاء الله النهارده بالليل، والفطار اللي هفطره قبل السباق. والسباق هيبقى الساعه 8 ونص، فعاده انا بفطر 3 ساعات قبل السباق. انا في التمارين بتاعتي بحب ان انا اعمل التمارين بتاعتي على صيام، بس هو ده سباق، فانت يعني المفروض يعني ما تسيبش حاجه كده تخليه على البركه يعني. فبحب ان انا افطر بحيث ان يعني انا لو احتجت شويه طاقه ولا حاجه تبقى يعني الفطار بيبقى يزودك شويه. فهشرح لكم كل ده بالتفاصيل ان شاء الله، وخليكم معايا. هنعمل انبوكسنج للشنطة اللي ادوها لنا في الاكسبو. طبعا ده اول حاجة. الرقم ادوني رقم 2. الارقام دي عادة بتبقى للناس اللي هي الافارقة الكينيين ولا الناس اللي بتكسب، بس المرة دي ما عملوهاش على حسب الرقم الشخصي بتاعك، عملوها على حسب اللي سجل الاول، فعشان كده انا كنت مسجل من بدري فادوني رقم 2. بس ده هيحط عليا ضغط بكرة. الناس هتفكرني بقى انا اللي هخش اكسب السباق وكده، فربنا يستر. وبعد كده بيدوك التيشيرت الصراحة حلو اهي. هي اسمها على كورسا داني، ومن ورا ده مرسوم عليها الخريطة لأن أنت هتجري على شط، فده يعني القرى اللي أنت هتعدي عليها وأنت بتجري. التيشيرت الصراحة جميل ولونه حلو. بعد كده هنا ادوك شوربة خضار. هما هنا الشوربة بتتباع كده في علب، شوربة خضار، شوربة فراخ. وادوك الجل لو انت عايز تستخدمه في السباق. وادوك حاجة كده زي الكرياتين، بار بتاع كرياتين، في شوكولاتة بيبقى فيها كرياتين لو انت حابب تاخد الحاجات دي. انا عادة ما باخدهاش. هو الشركة الراعية اسمها داني، فداني دي اصلا دي بتعمل منتجات، يعني ده حاجة زي السوبر ماركت. فمدينا هنا في ملح صخري بتاع البحر، وهنا مدينك حاجة زي زنجبيل مع مشروب زنجبيل مع ليمون. الحاجات دي كلها انا ما بشربهاش. الريد بول طبعا انا عايز الجناحات مش عايز الريد بول، عايز الجناحات بكره. وده برضو يعني بار شوكولاته بتاع بروتين، حاجات كتير انا مش هستخدمها. وادوك هنا برضو آه زيتون. وفي الاخر برضو في مشروب اللي هو الالكترولايت، يعني بطعم الليمون، يعني اللي هي بيبقى فيها املاح وكلام ده، صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم. واخر حاجه دي صلصه طماطم، يعني بيعملوا دعايه للسوبر ماركت اللي اسمه داني. بس كده.
دلوقتي انا هتعشى قبل ما اخش انام. هوريكم العشاء بتاعي، هو غالبا هو الفطار بتاع بكره. اوريكم العشاء الاول وبعد كده بقول لكم ايه الفرق بينه وبين الفطار. 3 بيضات وكفته وجبنه ريكوفورت اللي هي الزرقاء، و3 تمرات. هحط عليهم كريمه اللوز. انا شرحت لكم قبل كده في حلقه التمرات ان ليه فايده التمرات اللي ممكن تاخدها. 3 تمرات ممكن تاخدها لو انت ماشي على الكيتو. شويه كاجو وقطعتين شوكولاته سودا 85%. ده هيبقى العشاء. الفطار بقى مش هيبقى فيه الكاجو ولا هيبقى فيه الشوكولاته ولا هيبقى فيه الجبنه. هيبقى فيه بيض وكفته والبلح بكريمه اللوز وبس كده. انا متعود عليه. انا ما بنصحش حد ان هو يمشي على العشاء والفطار ده الا لو هو جربه على فترات طويله. يعني انا بتعشى وبفطر الاكل ده قبل السباق بقالي بتاع سنتين، وجربته في تمارين كتيره. فيعني اللي حابب يعمل كده لازم يعني يتمرن على كده الاول ويجربه في التدريب الاول، ويبقى ماشي على الكيتو بقاله فتره طويله، ما يعملش كده من اول مره. في حاجه كمان كنت هتكلم عليها، الحاجات اللي انا ممكن اللي انا هستخدمها قبل السباق وبعد السباق. ده زي ما شرحت لكم في حلقه قبل كده، الكيتونات الخارجيه اللي انا بستخدمها البيتا هيدروكسي بيوتريت. ده انا هاخد منه 2 سكوب قبل السباق بساعه وربع كده. شرحت انا قبل كده لو حابب تشوف الفيديو. ودي الالكترولايت برضو شرحت عليها، اللي هو انت محتاج ان انت تاخدها قبل السباق فدي انا هاخد منها. دي فيها الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، تعويض السوائل اللي انت هتخسرها والاملاح. فهاخد منها قبل السباق، وممكن اخد معايا كبسولتين اخليهم معايا في لو انا حسيت ان انا محتاج جوه السباق. ده الجل انا شرحت قبل كده ان العدائين بياخدوا جل ساعات لو انت ماشي بقى على حمية عادية ومحتاج الجلوكوز كمصدر للطاقة. انا قلت ان انا عادة لما ببقى ماشي على كيتو يعني ما بستخدمش الجلز، بس ممكن استخدمه يعني في مثلا بعد الكيلومتر 10 ولا حاجة. لو انا حسيت ان انا فعلا يعني الطاقة بتاعتي بدأت تقل فممكن اخد نص. هو الجل عادة بيبقى فيها 30 يا 50 جرام، فده فيه 50، فانا احتمال اخد نصه بعد الكيلومتر العاشر لو انا حسيت ان انا محتاج ان انا اخده. بس كده. ومعايا طبعا عشان اقيس السكر بتاعي هقيسه قبل العشاء وهقيسه الصبح كمان عشان ابقى متاكد ان السكر بتاعي في المستوى المعقول. وبس كده ربنا يكرم. انا ما اعرفش اذا كنت هصور لكم الفطار بكره ولا لا عشان الدنيا تبقى بدري قوي وكده والدنيا ضلمه، بس عامه هو ده الفطار بتاعي بتاع بكره. دعواتكم بقى ونشوفكم بقى في السباق. صباح الخير. احنا دلوقتي رايحين للسباق. السباق هو قريب. طبعا الادرينالين عالي، الواحد متوتر شويه بس ده كويس. طالما الادرينالين عالي يبقى الدم والاكسجين بيروح للعضل، فربنا يكرم ان شاء الله. هيبقى هنا لو انتوا شايفين القوس اللي هناك الاحمر ده هيبتدي كده. هنجري في الشارع ده. بس دعواتكم نشوفكم بقى بعد السباق. A Norris, amb menys de 10 minuts, 7 minuts, si marquem la gran sortida. Més d'un se la sap, som-hi, alegria, que Norris comença la cursa. Que hi haurà aquestes 4 sortides, cada 30 segons. Senyors, mans amunt! I la 3, 2, 1, sortida!
chica ahora. La de pantalón azul y verde. Sí, ازيكم عاملين ايه؟ خلصنا السباق. ادي الميداليه بتاعت السباق نص ماراثون. لما بتخلصوا بيدوك ميداليه. خلصنا السباق الرقم الشخصي اللي انا كنت عايز اعمله او الوقت اللي انا كنت عايز اعمله مش الوقت اللي انا كنت ناوي عليه، بس على الاقل ان احنا يعني انا خلصت الاول 10 كيلو متر على رقم قياسي شخصي، فالحمد لله طلعنا بحاجه يعني من السباق. انا كنت جاي السباق باصابه بقالي اسبوعين ونص بتعالج فيها. كان عندي وجع في عضله، هبقى اوريكم صورتها ما بين القصبه والسمانه. فكنت بروح عند الفيسيو او بتاع العلاج الطبيعي على اساس ان انا يعني كان بيحاول يعالجها لي بالابر الصينيه وبالحراره. وجيت السباق خطرت يعني اول 10 كيلو الحمد لله يعني كنت ماشيهم على الريتم انا كنت عايز امشي عليه طول السباق، اللي هو 3 دقايق و40 ثانيه في الكيلومتر. وده يعني انتوا لو تعرفوا الريتم ده لو تعلمونه عظيم، يعني الريتم سريع جدا. وجت على الكيلومتر 11 خلاص يعني العضلات دي بدأت توجعني قوي، فقلت خلاص يعني مش لازم ان انا اجازف، وقللت السرعه خالص لغايه لما كملت السباق. الحمد لله ان انا عرفت اكمله. يعني انا يعني في ناس كتيره بتطلع من السباق وما بتكملش، بس الحمد لله انا كملته. بس القصه كلها ان انا كنت عايز اقول لكم ان العرف ان انت تفضل لابس الميداليه دي لغايه لما تروح. هنروح ناكل دلوقتي وافضل لابسها، وكل ما نتمشى افضل لابسها لغايه لما نروح ان شاء الله.